هذه إذاعة إرنا. الكريمات مستمعاتي والأكارم مستمعي إذاعة أرينا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 11 من مارس. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف حلقة خاصة في رثاء المرحوم الزميل الصحفي إدريس عوض الكريم، والذي لبى نداء ربه في 28 من فبراير الماضي في الخرطوم. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. بليونير أفريقي يستثمر في مجال الاتصالات في إريتريا. مخاوف من متاهات عنف في السودان. مقتل جنديين سودانيين في مطاردات لعصابات إثيوبية حدودية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرينا. هذه إذاعة إرنا. ذكر البليونير الزيمبابوي سترايف ميليوا صاحب شركة إيكونو جلوبال للاتصالات عن رغبة شركته في الاستثمار في مجال الاتصالات في إريتريا، وذلك على صفحته في الفيسبوك. ولم يذكر البليونير الأفريقي تفاصيل المبادرة الاقتصادية لشركته. ويعيش البليونير الأفريقي سترايف ميليوا ويملك شركة ضخمة في مجال تقنية الاتصالات في لندن، والمعروف بأن إريتريا ليس لديها أي مستثمر أجنبي في مجال الاتصالات حتى الآن، حيث تحتكر شركة إيرتيل المملوكة للحكومة مجال الاتصالات وخدمة الإنترنت في البلاد، وهو الأمر الذي يعترض عليه البنك الدولي وصندوق النقد، اللذين يدعوان الحكومة الإريترية إلى فتح الاستثمارات في مجال الاتصالات من أجل الحصول على مساعدات تنموية في هذا القطاع. ذكر مراقبون دبلوماسيون بأن الشأن السوداني بدأ يدخل مربع العنف مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظهيرة يوم الاثنين الماضي. وقال مصدر دبلوماسي لإذاعة إرينا بأن الوضع في السودان يتسم بالهشاشة وتربص القوى التي كانت تحكم البلاد في الماضي، إضافة إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية، وأن محاولة اغتيال الوزير الأول تصب في اتجاه جر السودان إلى مربع العنف. وبعد المحاولة التي أعلن عنها في الخرطوم يوم الاثنين الماضي، قال تجمع الحرية والتغيير بأن هذا الهجوم الإرهابي يشكل امتدادا لمحاولات قوى الردة للانقضاض على الثورة السودانية وإجهاضها، بينما ألمح وزير الإعلام السوداني إلى قوى داخلية وخارجية تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني. أعلنت القوات المسلحة السودانية مقتل 2 من عناصرها خلال مطاردة مع عصابات الشفتة الإثيوبية بعد هجومهم على قرية داخل الحدود السودانية، كما قال المصدر. وأفادت القوات السودانية بأن مجموعة من عصابات الشفتة هاجمت قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية وقامت بسرقة عدد من الأبقار. وأوضح البيان أن قوى من الجيش تتبع لمنطقة ودكولي تحركت إلى مكان الحدث، وانضمت لها لاحقا قوى من المجاهدين، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجماعات المسلحة أسفرت عن مقتل 2 من الجانب السوداني، أحدهما من المجاهدين، بالإضافة إلى إصابة عنصر ثالث. وأضاف البيان أن القوات السودانية تمكنت من تصفية 3 مسلحين وإصابة 4 آخرين وإعادة الأبقار المنهوبة. وأكد البيان أن القوات السودانية أبلغت الجانب الإثيوبي منع تكرار مثل هذه الأحداث ومحاسبة الجناح. بهذا الخبر المستمعين والمستمعات الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بليونير أفريقي يستثمر في مجال الاتصالات في إريتريا. مخاوف من متاهات عنف في السودان، ومقتل جنديين سودانيين في مطاردات لعصابات إثيوبية حدودية.
استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أيام غيب الموت الزميل العزيز الأستاذ إدريس عوض الكريم رحمه الله، ولأن الراحل كان حاضرا في تفاصيل القضية الوطنية فقد نعاه رهط كبير من محبيه وزملائه. نحن في إرينا الدولية اخترنا كتابات بعينها نشرت في الصفحات الخاصة متناولة سيرة ونضال الصحفي الشاعر الأستاذ إدريس عوض الكريم رحمه الله، كحلقة وبرنامج خاص عن الراحل الأستاذ نقدم لكم ما يلي، فأهلا ومرحبا بكم. كتب الناشط الحقوقي الأستاذ ياسين محمد عبد الله مقالة تأبينية مطولة تحت عنوان إدريس عوض الكريم رحلة النورس الأخيرة، جاء فيها ما يلي: بعد معاناة مع المرض استمرت لسنوات، رقد رقدته الأخيرة، اختارت روحه الوثاب الليل لتلحق بعيدا في سماوات قارات العالم التي دفع عن مضطهديها بقلمه وليوارى جسده ثرى المدينة التي حملها في قلبه أينما ذهب. رحل إدريس عوض الكريم السوداني الإريتري يوم الأربعاء 26 من فبراير الماضي في منزله بالكلاكلة بالخرطوم، محاطا بزوجته عائشة وبناته الثلاث منار، أمل، إنعام، وابنه محمد. ولد إدريس عوض الكريم في مطلع أربعينيات القرن الماضي في الدويم التي درس بها المرحلتين الأولية والوسطى، وواصل تعليمه في حنتوب الثانوية ثم بمعهد المعلمين العالي في الخرطوم، وعمل بعد تخرجه أستاذا للغة الإنجليزية في مدارسها. أثناء عمله في التدريس قرر دراسة القانون، فالتحق بجامعة القاهرة الفرع التي صار فيها رئيسا لاتحاد الطلاب في نهايات الستينيات. كان إدريس عضوا نشطا في الحزب الشيوعي السوداني، وقد سجن بسبب نشاطه الحزبي، حيث كان معتقلا عند حدوث حركة يوليو. بعد الإفراج عنه هرب من البلاد، فدخل خلسة إلى ليبيا ثم إلى بلدان الشرق الأوسط حتى استقر به المقام في بيروت. لم ينس إدريس رفاقه والحزب الذي تركه خلفه، فراح يتحرك وسط دوائر اليسار المختلفة، منبها العالم لما يتعرض له مناضلو الحزب من تنكيل. ومع أن علاقة إدريس التنظيمية مع الحزب الشيوعي انقطعت لاحقا، لم أسمع منه قط أنا الذي عرفته، كما يقول مولانا ياسين محمد عبد الله، لأكثر من 40 عاما أي إساءة للحزب، كما أنه أقام علاقات طيبة مع الطلاب السودانيين الشيوعيين والديمقراطيين في سوريا الذين عرفوا خصائله الإنسانية والتزامه المبدئي بقضايا وطنه السودان وقضايا الشعوب، بينها الشعب الإريتري الذي كان تفرغ تماما للنضال في صفوفه من أجل الحرية. وحسنا فعل الحزب الشيوعي السوداني بنعيه لإدريس رسميا في صحيفته الميدان، فمثل إدريس لا يعلو أي خلاف معه على نصاع سيرته وثباته على المبادئ ومآثره العظيمة في الانخراط في النضال الإريتري من أجل الحرية ودفاعه القوي عن حق شعوب العالم في التحرر الوطني. هذه إذاعة إرينا. إدريس عوض الكريم كان شاعرا وكاتبا ومترجما ومناضلا كبيرا، قد لا تعرفه الأجيال الشابة من السودانيين والإريتريين بقدر كاف. عام 1975 التحق إدريس بجبهة التحرير الإريترية، إذ وجد في تنظيم الجبهة نفس مبادئ التحرر الوطني الديمقراطي التي كان يؤمن بها. عينته الجبهة في مكتب الإعلام الخارجي الكائن في شارع المزرعة في بيروت، وقد التقيته كما يقول الأستاذ ياسين لأول مرة التقيته في ذاك المكتب في بيروت عام 1978 عندما جئت في زيارة قصيرة إليها، وكنت حينها طالبا في جامعة دمشق.
إدريس دعاني للغداء في شقته حيث أعد الطعام بنفسه، وعرفت منذ ذلك اليوم صفتين أصيلتين فيه: التواضع الجم والكرم الفياض. كانت بيروت في سبعينيات القرن الماضي مركزا لنشاط العديد من الثوريين من مختلف بلدان العالم، من الذين كانت تستضيفهم المنظمات الفلسطينية والأحزاب اليسارية اللبنانية. وكانت بيروت أيضا مركزا ثقافيا يعج بالكتاب والشعراء، وكان يصدر منها العديد من المجلات السياسية والثقافية. عندما التقيت إدريس في بيروت، إنه كان يكتب مقالا أسبوعيا في مجلة الهدف التي كانت تصدرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. في بيروت تزوج إدريس من الإريترية سهيتو، توفيت في مدينة ليز البريطانية قبل عدة سنوات، وأنجب منها ابنته الكبرى منار. عندما كانت سهيتو تنوي السفر إلى السودان لحضور زواج ابنتها منار، سألتها عن طريق الهاتف عن المكان الذي ستنزل فيه في الخرطوم. قالت لي إنها ستختار فندقا لإقامتها، وعند عودتها أخبرتني أنها نزلت في منزل إدريس عوض الكريم لأنه انتظرها في المطار ومعه كل أهله، جاب معه أهله كلهم وأصر أن تقيم معهم في المنزل. كرس إدريس قدراته ومهاراته الكبيرة من أجل نصرة الثورة الإريترية، وأسهم في دحض افتراءات نظام منجستو هايلا مريم الذي كان يدعي تبني الماركسية ويسعى إلى وصم الثورة الإريترية بالرجعية. فند إدريس أطروحات نظام منجستو من نفس المنظور، مستغلا معرفته الواسعة بالماركسية وبمشروعية النضال الإريتري القانونية والسياسية، فاضحا الطبيعة الدكتاتورية الدموية لنظام منجستو. كتب إدريس الراحل أيضا عن حركات التحرر الإفريقية في غينيا بيساو، أنغولا، زيمبابوي، جنوب إفريقيا، كما اهتم بالأدب الإفريقي. ويقول الأستاذ ياسين محمد عبد الله: أتذكر أنه نشر في مجلة الثورة الإريترية حلقات من كتاب فرانز فانون معذبون الأرض، الذي ترجمه من الفرنسية الدكتوران سامي الدروبي وجمال الأتاسي. وكان إدريس محبا للشعر العربي القديم، وما اتخاذه لاسم جرير اسما حركيا له سوى تعبير عن حبه لهذا الشعر. كما كان يعشق الأدب الإنجليزي. لإدريس ديوان شعر بعنوان فرسانة زخارف المشوهة، صدر عن دار ابن خلدون عام 1975. هذه إذاعة إرنا. يواصل الكاتب ياسين محمد عبد الله فيقول عن الراحل المقيم الأستاذ إدريس عوض الكريم: في عام 1986 بدأنا العمل سويا في مكتب الإعلام الخارجي لجبهة التحرير الإريترية التنظيم الموحد. كنا 3 محررين: إدريس عوض الكريم، محمد مدني، وياسين محمد عبد الله. ننتمي كلنا لتجربة واحدة. وبعد انتقال الأستاذ مدني للعمل في موقع آخر، بقينا أنا وإدريس مسؤولان عن العمل التحريري في المركز. بعد التحرير سافر إدريس ضمن مجموعة كبيرة من أعضاء جبهة التحرير الإريترية التنظيم الموحد إلى أسمرة. كان يريد الإسهام في بناء الدولة الوطنية التي يستحقها الشعب الإريتري المكافح. تحمل شظف العيش حيث لا مرتبات ولا أي نوع من الحوافز المادية والمعنوية، وقد كان بإمكانه أن يسافر إلى أي بلد آخر ويوفر لنفسه وأسرته عيشا رغيدا بما له من قدرات ومهارات عالية في مجالي الكتابة والترجمة. لكن الالتزام بقضية الشعب الإريتري كان قد ملك عليه قلبه وعقله. في نهاية الثمانينات، وقد كنا نمر بظروف مالية صعبة، ووجد إدريس فرصة لأداء العمرة، فنصحته أن لا يعود وأن يبحث عن عمل هناك. قلت له: لقد قدمت مساهمة عظيمة في النضال الإريتري، وآن الوقت لتهتم بأسرتك الصغيرة، والحياة في الخرطوم مكلفة، وليس لدينا الحد الأدنى الذي يمكنك من توفير العيش الكريم لأسرتك. رد علي بكل بساطة عشان يقولوا هرب. بقي إدريس في إريتريا ما يقارب 10 سنوات، وكان آخر عمل قام به هو رئاسة تحرير إريتريا بروفايل. التقيته في الخرطوم كما يقول الأستاذ ياسين، التقاه عام 2001،
وكانت الحرب مع إثيوبيا قد انتهت قبل ذلك بشهور قليلة. سألته لماذا لا تزال هناك؟ قال لي إنه يريد منذ فترة مغادرة إريتريا نهائيا، وأنه توصل إلى أن هذا النظام غير معني ببناء إريتريا ولا بمصالح الشعب الإريتري ولا يحترم حقوقه السياسية. وأضاف أن لديه سيارة اشتراها من السعودية بمساعدة بعض الأصدقاء، وأنه سيعود من أجل إحضارها للسودان، فهو بحاجة إليها مع أنها مكركبة، لكنها ستنفعه في الخرطوم، وإن لم يتمكن سيتركها لهم، وقد تركها بالفعل. عاد إدريس إلى أسمرة، وسافرت أنا إلى القاهرة كما يقول الأستاذ ياسين. عندما عدت بعد عامين عرفت من أحد الأصدقاء أن إدريس عاد، وأنه جاء إلى مكتبه يسألني عنه. ذهبت إلى إدريس في منزله بالكلاكلة، وأول سؤال سألته: كيف سمحوا لك بالمغادرة؟ قال لي إنه ذهب إلى وزير الإعلام وأخبره بنيته السفر إلى السودان، فقال له الوزير: ومن يضمن لي أنك ستعود؟ رد عليه فورا: إنت اشتريتوني ولا شنو يعني؟ هذا ما كان بإمكاني تخيله حتى لو لم أسمعه منه، فإدريس يتميز بشجاعة نادرة ولا يقبل الضيم أو التطاول. كان آخر عمل قام به إدريس عوض الكريم رحمه الله في دعم قضية الشعب الإريتري ترجمته في عام 2009 إلى الإنجليزية التقرير الثالث لمركز سويرة لحقوق الإنسان. كنت أحضر له في منزله الأجزاء التي تكتمل من التقرير لنتمكن من إصدار التقرير باللغتين في وقت واحد. كان يبدي لي حزنه لما آلت إليه أحوال الشعب الإريتري في ظل الدكتاتورية الفردية، وما تعرض لها المناضلون وآلاف المواطنون من قمع وإذلال وتشريد في ظل سلطة كان يفترض أن تكون وطنية. كان يحلم بأن يرى إريتريا وقد تخلصت من الدكتاتورية وبنت ديمقراطيتها وحققت حلم شعبها في الازدهار والعيش بكرامة، وهو حلم دفع من أجل تحقيقه عرق وجهد ودماء كثيرة. كان لإدريس مساهمة عظيمة في الإيفاء بهذا الثمن. أشعر بحزن عميق لرحيل إدريس عوض الكريم، وبأسى كوني لم أكن في وداعه. رحم الله إدريس عوض الكريم. الأستاذ ياسين محمد عبد الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لا زلتم مع إذاعة إرينا الدولية، وهذه الحلقة الخاصة عن الراحل الإدريس، عن الشاعر الراحل إدريس عوض الكريم رحمه الله. الصحفي المخضرم الأستاذ مصطفى كردي كتب تحت عنوان إلى جنات وعيون الحسان إدريس عوض الكريم، قال فيه: يوم الأربعاء الفائت توفي في الخرطوم الأستاذ والصحفي والقانوني والشاعر إدريس عوض الكريم بعد أن أقعده المرض لشهور. عرفت الراحل الكبير خلال تواجده في بيروت في إعلام الثورة الإريترية. لم نتعرف وقتها كما ينبغي، فقد كان الراحل الكبير في إعلام جبهة التحرير الإريترية، وكنت في الجهة الأخرى قوات التحرير الشعبية، وهو تمايز عرفته الساحة الإريترية إثر تفاقم الخلاف داخل جسم الجبهة. بعيد ولادتها عام 61 عقب توقيع اتفاقية جدة عام 85 ولد التنظيم الموحد من تجمع 3 تنظيمات إريترية. كان الراحل الكبير أحد أعمدة إعلامها جبهة التحرير الإريترية. كنت وقتها كما يقول كردي على أهبة السفر إلى قبرص، فقد اختارها الزعيم سبي رحمه الله لتكون محطة للإعلام الخارجي بعد أن تم تدمير إعلام ومكتب قوات التحرير الشعبية في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي بعد الانتفاضة التي أطاحت بنظام النميري. لم أكن راغبا في الهجرة كما يقول الأستاذ مصطفى كردي، فتحدثت إلى الزعيم سبي عن تأسيس مركز للإعلام الخارجي في الخرطوم، فوافق على الفور. تم تأسيس مكتب للإعلام الخارجي في الخرطوم، وعقدنا مؤتمرا صحفيا ضخما في الفندق الكبير حضره خيرة المجتمع السوداني الذين ربطتهم علاقة قوية مع الزعيم سبي، إلا أن الأمن السوداني رفض فكرة حضور سبي لذلك الملتقى، لكن أصدقاؤه وهم كثر قدموا كل ما بوسعهم من أجل إنجاح الملتقى وانطلاق الإعلام الخارجي. وقتها جاء الفقيد المناضل
إدريس عوض الكريم بعد غربة امتدت لأكثر من 10 سنوات، فقد كان من أعضاء الحزب الشيوعي السوداني، تعرض للاعتقال والفصل من الجامعة. كان احتفاؤه بثورة أبريل استثنائيا، وبغضه للنظام الشمولي لا يدرك شأوه. انضم لنا في الإعلام الخارجي. خلال تلك الفترة عرفته عن قرب. كان سودانيا خالصا متواضعا ودودا، وكان مدركا لكل تناقضات العالم، ملما بكل التفاصيل. كان من ذلك الجيل المخضرم الذي تلقى تعليما جيدا، فقد كان ضليعا في العربية وعلومها وأسرارها، كما كان يمتلك ناصية الإنجليزية يكتب بها وينقل عنها، ومنها ما يستجد في عالم السياسة والأدب. أهداني كما يقول الأستاذ مصطفى كردي الصحفي المخضرم، يقول أهداني ديوان شعره المطبوع عام 1973 فرسان الزخارف المشوهة، وهو ديوان شعر ثوري، لغته واثبة، مفرداته قوية، وإنسانيته عميقة. بعد تحرير إريتريا عام 91 ذهب إلى إريتريا وظل هناك يسهم في بناء إريتريا. عمل في الإعلام، وكان يترأس النسخة الإنجليزية من صحيفة إريتريا بروفايل. قبل سنوات قليلة عاد إلى السودان واستقر حيث أهله في الخرطوم. عانى من متاعب صحية في السنوات الأخيرة حالت دون تواصله في الشأن العام سواء السوداني أو الإريتري، ليرحل في هدوء وسكينة إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويجعل روحه في جنات الفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرته الصغيرة في الكلاكلة، وعموم أهله الحسانية في الدويم، وأينما ثقفوا الصبر والعزاء الجميل، بما عند كريم رحيم من نعيم مقيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم على الشفيع محمد. هذه إذاعة إرنا. أيها الإخوة المستمعون، قدمنا لكم برنامجا خاصا عن الراحل المقيم الأستاذ الشاعر العزيز الراحل إدريس عوض الكريم. قدمنا لكم في البدء مقالة الأستاذ مولانا ياسين محمد عبد الله. بعد ذلك قدمنا لكم مقالة تأبينية كتبها الصحفي المخضرم الأستاذ مصطفى كردي. شكرا لكم والسلام عليكم. ألا رحم الله زميلنا وأستاذنا العزيز إدريس عوض الكريم بقدر ما قدم وأعطى وأسهم. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. بليونير أفريقي يستثمر في مجال الاتصالات في إريتريا. ذكر البليونير الزيمبابوي سترايف ميليوا صاحب شركة إيكونيت جلوبال للاتصالات عن رغبة شركته في الاستثمار في مجال الاتصالات في إريتريا، وذلك على صفحته في الفيسبوك. مخاوف من متاهات عنف في السودان. ذكر مراقبون بأن الشأن السوداني بدأ يدخل مربع العنف مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ظهيرة يوم الاثنين الماضي. وقال مصدر دبلوماسي لإذاعة إرينا بأن الوضع في السودان يتسم بالهشاشة وتربص القوى التي كانت تحكم البلاد في الماضي، إضافة إلى تعاقب الأزمات الاقتصادية، وأن محاولة اغتيال الوزير الأول تصب في اتجاه جر السوداني إلى مربع العنف. مقتل جنديين سودانيين في مطاردات لعصابات إثيوبية حدودية. أعلنت القوات المسلحة السودانية مقتل 2 من عناصرها خلال مطاردة مع عصابات الشفتة إثيوبية بعد هجومهم على قرية داخل الحدود السودانية. وأفادت القوات السودانية بأن مجموعة من عصابات الشفتة هاجمت قرية شرق العطبراوي داخل الحدود السودانية وقامت بسرقة عدد من الأبقار. وأوضح البيان أن قوى من الجيش تتبع لمنطقة ودكولي تحركت إلى مكان الحادث، وانضمت لها لاحقا قوى من المجاهدين، مشيرا إلى أن الاشتباكات مع الجماعة المسلحة أسفرت عن مقتل 2 من الجانب السوداني و3 من عناصر العصابات المسلحة. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وقدمناها لكم من إذاعة أرينا. بذلك نكون وإياكم مستمعات الكريمات ومستمعي الأكارم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم، وأذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicarena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في برامج أخرى لإذاعة إيرنا. لكم تحيات زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتحي عثمان وزملائي في الإذاعة في استديوهاتنا الرئيسية في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.